انا متقدم لي عريس، ولما جه يتقدم لي طلب من بابا ان احنا نتكلم شويه لان احنا ما نعرفش بعض. الغريبه بقى انه اول حاجه قالها لي انت بتعرفي تطبخي كويس؟ اصل امي بتقدر جدا الطبخ الحلو. قلت له انا بطبخ كويس، بس ايه علاقه مامتك بالموضوع؟ قال لي علاقتها ازاي؟ امال مين اللي هيطبخ لها؟ قلت له انا مالي اطبخ لها ليه؟ قال لي مش هتقعدي معاها طول اليوم لحد ما ارجع من الشغل، او لو سافرت مثلا؟ قلت له لو حصل وسافرت اقعد في بيتي او عند مامتي. قال لي هتقعدي عند مامتك ازاي؟ امال هتتجوزي ليه؟ قلت له انا اخر في الزياره لمامتك ساعه في اليوم لان عايزه حياه خاصه بيا. قال لي ازاي يعني؟ امال مش هتساعديها؟ قلت له لا طبعا، هي عندها بناتها معاها. قال لي ما بناتها هتجوزهم هم يعني هيقعدوا لها؟ قلت له مامتك على عيني وعلى راسي، لو كانت محتاجه مساعده اكيد مش هتاخر واخدمها بعيون، لكن لو هي قادره لا معلش، انا لو هتجوزك انت ومامتك. قال لي يعني هي تتعب معايا وتكبرني وتيجي في الاخر مرات ابنها تخدمها بالعافيه، وبعدين انا ما اعرفش اكل الاكل وامي مش موجوده؟ قلت له خلاص براحتك وانا كمان براحتي. المهم ان كلامه ده ما عجبنيش، خصوصا ان اخويا متجوز واختي متجوزه. لا عمر حمات اختي طلبت منها حاجه، ولا عمر مامتي طلبت من مرات اخويا حاجه، وكل واحد في حاله. في الاخر بيقول لي لا بس المفروض ده واجب عليك. قلت له لا ده مش واجب عليا وانا مش مجبره على كده. قمت طلعت لبابا قعدت معاه، والفكره انه بعد كل ده وعدم التوافق ده مصمم برضه عليا. انا محتار ومش عارف هل اوافق ولا ارفض.